واش الاخوان، هذه واحده من اجمل القصص اللي ممكن تسمعها، خصوصا اللي كيعجبو قصص ديال الهجره. قصه مهاجر مغربي انطلق من الصفر باش يحقق الحلم الامريكي الحقيقي ديال بصح. محمد علي، المنحدر من شمال البلاد، احد سفراء المغرب بالخارج، هاجر قبل 30 سنه وما كانش عنده غير 200 دولار فقط، ولم يكن انذاك يتقن حتى اللغه ديال البلاد اللي غادي يمشي ليه، لكنه كان واثق من القدره ديالو على التعلم والتاقلم والاندماج السريع في مجتمع جديد ما تعرف عليه حتى حاجه. استقر ايطالي بمدينه سان فرانسيسكو غرب الولايات المتحده الامريكيه، وهو كيفكر في السبيل الأنجح بلوغ الحلم الأمريكي. بعد 3 سنوات من العمل قدر يتزوج، سهل عليه الحصول على الجنسية الأمريكية، وواخا كان تزوج الحلم ديال القراية والحلم الأمريكي كان ديما كيراود. هادشي علاش التحق بمدرسة هندسة اللي حصل فيها على شهادة في هذا المجال، بعد ما قسم الليل للخدمة والنهار للدراسة. اشتغل إيطالي سائق للشاحنات الكبرى، وبعد سنوات أسس شركة للنقل، إلى أن الحنين ديالو الميدان التخصص اللي قرا عليه خلاه يفكر في إنشاء شركة كتهتم بالتجديد والمحافظة على البيئة، وهو ما تحقق له في أواخر التسعينيات، وذلك بالتعاون مع مكتب كاليفورنيا لوقاية البيئة، حيث كانت الشركة ديالو من الشركات الأوائل اللي دخلت هذا المجال في مدينة كاليفورنيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية عامة. نجاح شركة إيطالي ممكن تمر علاقات صداقة مع مسؤولين أمريكيين كبار المستوى، إن على مستوى ولاية كاليفورنيا ولا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبح عضو نشيط في منظمة المدن العالمية المتوائمة بواشنطن كي كتسمى. تم تعيينه سفيرا شرفيا لدى دولة هايتي، مما أتاح ليه ربط علاقات متميزة مع الرئيس هايتي وزراء البلد السابقين والحاليين. التجربة ديال الإيطالي في مجال البيئة دفعت العديد من الصحف والمجلات باش تهتم به، وبشاركته التي أصبحت رائدة في هذا المجال محافظة على البيئة. هو طموح ما توقفش عند هذا الحد، ولكن دفعوا لفتح فرع جديد للشركة بولاية ميسيسيبي للمعالجة والتخفيف والمحافظة على البيئة، وقامت بتغطية حدث قنوات تلفزيونية كبيرة، بزاف ديال الصحف والمجلات اللي كتعنى بهذا المجال ديال الحفاظ على البيئة. الانشغالات المهنية والعائلية ديال إيطالي ما منعتوش من لم شمل أفراد الجالية المغربية المقيمة بشمال كاليفورنيا، حيث أشرف على تأسيس جمعية مغربية أمريكية لشمال كاليفورنيا، وأصبحت المكان اللي كيتجمعوا فيه المغاربة اللي ساكنين في هذيك المنطقة. ونسقت هذه الجمعية مع القنصلية المغربية بنيويورك في تنقلها إلى كاليفورنيا لقضاء مصالح الجالية المغربية واللي محتاج شي حاجة تيتعاونوا معاه، وأيضا باش تحل المشاكل ديال الأوراق والمشاكل ديال الوثائق الإدارية إلى آخره. وبخصوص النقل تجربة إيطالي في مجال الحفاظ على البيئة للمغرب، قال إيطالي: أتابع ما يجري في المغرب عن طريق جريدة هيسبريس، وأنا سعيد لهادشي اللي حققه المغرب في مجالات متعددة، إلى أن مجال الحفاظ على البيئة مازال كينتظروا عمل جبار وكبير. إيطالي كمل الخطاب ديالو وقال باللي عنده واحد الرغبة في المساهمة في تطوير البلاد من خلال إنشاء وحدة كتعنى بالتجديد والمحافظة على البيئة مدينة الدار البيضاء كمرحلة أولى، وذلك بنفس المعايير جودة التقنيات المتطورة اللي كان كيستعملها في كاليفورنيا وميسيسيبي، على أن يتم تأسيس فروع لها بمدن مغربية أخرى بعد ذلك. هذه كانت واحد تجربة جميلة جدا، وحلم أمريكي حقيقي. ما توقفش الحلم ديالو في أمريكا، بل كيفكر يدير حلم مغربي.